إمم. إيه يا عم شكلك زهقان من القعدة مالك؟ لأ هو أنا شايف إن الناس بتقعد هنا كتير أوي وممكن يعملوا حاجة مفيدة، ممكن يروحوا يشتغلوا ويلعبوا رياضة، يعملوا أي حاجة لنفسهم يعني بدل القعدة. قصدك تقول إن كل اللي قاعدين على القهوة بما فيهم أنا فشلة يعني والّا إيه؟ لأ أنا مش قصدي كده، أنا باقول إن إحنا ممكن نعمل حاجات مفيدة، مش باقول إن اللي قاعدين هنا فشلة وما بيعملوش حاجة، أنت بتفهم كلامي غلط. يعني أنت عايزني أسيب بقى النسكافيه والقعدة الحلوة ديّة وأقوم أشتغل زي الروبوت كده 24 ساعة صح؟ آه يا علي عايزك تشتغل 24 ساعة وتدرس ألماني في ساعتين وتنام نُص ساعة وهتبقى زي الفل، أنا قصدي كده صح، يالّا برافو عليك. ايوه انت شايف ان في ناس احسن من اللي قاعدين هنا وقاعدين بيشتغلوا واحنا قاعدين بنضيع وقتنا ممكن بقى تشرب كوبايه النسكافيه ونقوم. على فكره انت بتترجم كلامي غلط يعني دي مغالطه اسمها مغالطه راجل قش انا بتكلم في حاجه وانت خدت حته صغيره كده وبنيت عليها موضوع تاني خالص لا مش قصدي اللي انت بتقوله ده خلاص يا عم طالما الموضوع كبر قوي كده وبقت مغالطه راجل قش خلاص ما تزعلش شويه كده وهنقوم. كتير جدا بنسمع مغالطة رجل قش في المسلسلات والأفلام، أكيد إحنا وقعنا في المصيدة بتاعتها ناس نعرفها أو منعرفهاش سواء أصحابنا أو غيرهم مكناش عارفين إن دي مغالطة بتتمارس معانا فعلا، وأكيد انجرفنا ورا المغالطة ديت ومعرفناش إن إحنا ندافع عن نفسنا. طب إيه هي مغالطة رجل القش أصلا؟ مغالطة رجل القش بكل بساطة إن أنت بتتكلم في موضوع معين وبعد كده اللي قدامك بدل ما يرد على الموضوع دوت بياخد جزء صغير منها ويبتدي يهاجم النسخة ديت وكأنك أنت بتتكلم في الموضوع ده بالذات، وأنت يا عيني ما بتاخدش بالك في الآخر وتبتدي تاخد وتدي معاه في النقطة اللي هو ذكرها ديت وتنسى الموضوع الأساسي أصلا اللي إحنا اتكلمنا فيه. زي المثل اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول، احمد كان بيتكلم ان في حاجات تانية ممكن تتعمل اهم بكتير من ان احنا نقعد على القهوه، لكن علي في الناحيه التانية كان شايف ان احمد صاحبه بيقول ان اي حد بيقعد على القهوه فاشل وما بيعملش اي حاجه، وهنا هو خد حته من كلام احمد صاحبه وابتدى يهاجم الحته ديت بالذات. وخلينا نسال نفسنا سؤال، ليه الناس بتستخدم مغالطه راجل قش؟ اول حاجه عشان السهوله، بدل ما يرد على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه عقله بيخليه ياخد حته ويهاجمها ويتكلم فيها لان دوت ابسط لعقله. السبب التاني هو بيكون عايز يهاجمك انت اصلا، فبدل ما يتكلم معاك في الموضوع ككل واخد حته صغيره وابتدى ان هو يغير فيها ويهاجمها وبالتالي انت اتخدعت ودخلت معاه في الدوامه ديت. تالت حاجه ان الناس بتبقى مكسره ان هي تفهم اللي انت عايز تقوله، فبدل ما هو يتناقش معاك ويبتدي ياخد ويدي في الموضوع بيبتدي ان هو يهاجم النسخه الصغيره اللي عقله استوعبها وياخد يدي معاك فيها. خلينا ناخد مثلا من فيلم الزوجه التانية لما العمده طلب من ابو العيله ان هو يطلق مراته عشان خاطر يتجوزها، ساعتها لما رفض ابو العيله الموضوع دوت العمده طلعه ان هو بيتمرد على المجتمع، حط صوره رجل قش لابو العيله بان هو راجل متمرد على المجتمع فعلا، مش ان هو عايز يحافظ على زواجه وعايز يحافظ على زوجته. طب هي ليه المغالطه دي اصلا اتسمت بمغالطه راجل قش؟ اشمعنى راجل القش؟ اصل تسميه المغالطه ديت بيرجع للعصور الوسطى لما كانوا بيعملوا مجسم من القش وكانوا بيبرزوه بالسيف عشان بيتدربوا عليه. فعلا المغالطه ديت هشه جدا لو انت عرفت ان انت تقاومها وعرفت ان انت ترد عليها، ومن هنا جه اصل التسميه بتاعتها. دلوقتي المهم ازاي نواجه مغالطه راجل القش لو حصلت معاك. اول حاجه تكون انت فاهم المغالطه بالظبط واكيد انت فهمتها من الثواني الاولى من الفيديو. تاني حاجه ان انت تاخد بالك من الحته اللي هو قفش فيها وغيرها علشان خاطر تعرف تصلحها له وترجع للموضوع الاساسي اللي انتوا بتتكلموا فيه اصلا. تالت حاجه لو لقيت ان هو مصر لسه على الفكره اللي في دماغه تنهي النقاش معاه وما تتكلمش معاه زياده لان هو بيبقى اكيد عايز يهاجمك انت. واخر حاجه ان انت تكون واخد فعل هادي ومتزن، لان انت خدت اي رد فعل تاني غير الهدوء هيبتدي ياكد الفكره اللي في دماغه ديت ويبتدي يهاجمك انت فعلا. في النهايه انا عارف مغالطه رجل القش دي ممكن تكون مزعجه جدا، بس بص للجانب الايجابي وممكن تكون فرصه ان انت توضح افكارك، ممكن تفهم المغالطه دي اللي قدامك وتكون انت علمته حاجه احسن كده، انت تكون اضفت قيمه للنقاش بدل الجدال اللي ما كانش ليه اي 30 لازمه في اول الفيديو. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك او سبسكرايب واستنونا في الحلقات اللي جايه عشان نتكلم في مغالطات اكتر. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ايه المغالطه اللي انتوا حابين نتكلم فيها اكتر او اي موقف ضايقكم هنطلع المغالطات المنطقيه اللي فيه. ودي كانت حلقه النهارده من في 5 كلام.